مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحركة للعمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة ايد بتعدي وايد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق. ونكتة ضحكت من القلب. وحمص الشمع على الكورنيش. وخد طبق فول ورغيف عيش. وقعد وغمس هنا على جنب راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان في ناس مختلفة في الألوان لكن نفس الطباع بالظبط. وفي الحكاية بقى قاعد شيف في تشقيق وشه تقرا تاريخ. بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال وياخدوا الضربة قبلينا. ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف 100 سنة. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيه يا مصر ما يخطرش على بال حد. الأستاذ الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل كلية العلوم جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث من القيادات المتميزة في قلب الدلتا والجامعات المصرية وجامعة المنصورة. من خلال برنامجنا النهاردة يكون في لقاء حصري وخاص مع الدكتور إيهاب نتكلم فيه عن قطاع البحوث والدراسات العليا ودوره في التنمية ودوره في حياة كريمة للمواطن على الأرض المصرية وخاصة الأرض الدلتاوية. أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية قناة مصر السادسة التلفزيون المصري. خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقاء مصفية. خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقاء مصفية. ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية. الأستاذ الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث من القيادات الجامعية المتميزة في قلب الدلتا ومن داخل جامعة المنصورة. أنا يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب. اهلا بيك، كل سنه وحضراتكم طيبين. قطاع الدراسات العليا والبحوث موضوع كبير وتخصص مهم وله تقله الفكري والثقافي على مستوى الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي. بداية عايزين نعرف من سيادتك رسالة ورؤية هذا القطاع ايه؟ رساله ورؤيه قطاع الدراسات العليا كليه العلوم جامعه المنصوره. الهدف الاسمى بالنسبه لنا للعاملين في كليه العلوم هو البحث العلمي. احنا بنتفوق او بنتميز عن زملائنا اللي في الكليات الاخرى بالبحث العلمي. قدرتنا على كتابه الابحاث والصياغه بتاعتها ونشرها متميزين فيها بدرجه عاليه قوي، لدرجه ان احنا بنمثل 40% من النشر العلمي لجامعه المنصوره. مش نسبة بس، احنا كمان في المجلات العلمية بنصنفها الى 4 فئات. في مجلات فئة اولى، مجلات فئة تانية، مجلات فئة تالتة، مجلات فئة رابعة. احنا بنتميز ان 80% من النشر العلمي داخل الكلية في الفئات رقم 1 والفئة رقم 2. الابحاث التطبيقية بتاعتنا في الكلية مهمة جدا. قبل ما نخش كده احنا دخلنا في التفاصيل يا دكتور إيهاب، انا بتكلم بشكل عام عن رؤية ورسالة القطاع شكل اجمالي او مجمل يعني، بعد كده لسه عندنا تفاصيل كثيرة ومتعددة. نقرب اكتر من الرسالة. الارتقاء بالبحث العلمي وتطبيقاته الصناعية، دي رؤية مهمة جدا بالنسبة لنا داخل الكلية.
يمكن برضه في موضوع كبير اللي هو احتياجات المجتمع وربطها بالبحث العلمي. ده باهتمام من وزارة التعليم العالي، ازاي ان انا المجتمع عايز ايه احتياجات المجتمع المتفرقة في جميع القطاعات، واربط ده بالبحث اللي انا هشتغل فيه كمعطيات في النهاية هتدر الخير على المجتمع ككل. واحنا بالتعاون فعلا مع جامعه المنصوره مع الاداره العامه وتوجيهات معالي وزير التعليم ورئيس الجامعه، بنهتم جدا بالنقطه دي. الابحاث العلميه اللي بتخرج من الكليه دورها التطبيقي بيمس المجتمع بدرجه اولى. يعني لما نيجي نقول ابحاث تتعلق بالتخلص من النفايات، ما هو ده نقطه مهمه جدا احنا بنهتم بيها في جمهوريه مصر العربيه. الابحاث اللي بتتعامل مع تدوير النفايات دي واعاده استخدامها مره اخرى، ده خدمه مجتمع. فتنقيه المياه واعاده استخدامها مره اخرى. الموضوع المهم جدا الطاقه، الابحاث اللي بتستخرج من كليه العلوم في موضوع الطاقه المتجدده، دي كلها محاور مهمه جدا جدا جدا، وحتى بتتماشى مع رؤيه مصر 2030. حضرتك المجتمع له مطالب كتير في تخصصات كثيرة ومتعددة. وصولكم لهذه المطالب بيجي من أفراد المجتمع، من فئات المجتمع، من أكاديميات المجتمع، ولا بتعرفوا هذه المطالب إزاي عشان تحققوا لها اللي هي عايزاه من خلال أبحاثكم؟ هو ده دورنا بقى المهم، ان احنا مش بنشتغل بفكر داخل الكلية ومحصورين على نفسنا، لا احنا بنتواصل مع الشركات ومع المصانع، وعندنا قريب جدا مننا المنطقة الصناعية في جمصة، مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، فلازم نكون قريبين جدا من الطلبات بتاعت المناطق دي او الشركات دي، عشان ما نشتغلش بمعزل عن المجتمع بتاعنا. فلازم الابحاث بتاعتنا بتواكب المطالب دي. بتأكدوا من خلال أبحاثكم إن إحنا بنخرج خارج الصندوق، بنجيب أفكار جديدة، بنجيب مواضيع جديدة، بنجيب سياسة جديدة لهذه الأبحاث. أنا مش عايز أعمل بحث أركنه على الرف، أو إن أنا غير قابل للتطبيق العملي ويفيد المجتمع. كيف تهتموا بهذه الجزئية؟ أنا بشكر حضرتك جدا، واضح إن حضرتك مطلع في الحتة دي وقاري. إحنا فعلا عانينا كتير من الأبحاث العلمية اللي بتتاخد تتعان في الدرج أو تتنشر في المجلة وخلاص. عشان كده إحنا بقالنا 3-4 سنين تقريبا عندنا مشروع في داخل جامعة المنصورة ربط البحث العلمي بالصناعة. عشان كده احنا ابحاثنا في الفترة الأخيرة ما يقارب من 700 بحث علمي في 2023، 720 بحث علمي في 2024. معظمهم بيندرج تحت عنوان الأبحاث التطبيقية والصناعية. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا، احنا بنحمس أعضاء التدريس على كده، وهم كلهم مستجيبين ما شاء الله. يعني هتلاقي عندنا مثلا في قسم النبات هتلاقي في ناس بتتعامل مع ازاي يطور أسمدة وازاي يزود من المحصول، ده قسم النبات. قسم الكيمياء شغالين كويس قوي مع محطة تنقية المياه وشركات الطاقة المتجددة في القاهرة. قسم الرياضيات طبعا هو إلى حد ما بيبقى قسم بحثي شويه عن المجال التطبيقي، لكن بنحاول ان هو برضه يندمج معانا في الابحاث التطبيقيه. ده مثلا على سبيل المثال. لو رحنا للمجله العلميه، المجله العلميه لكليه العلوم جامعه المنصوره حصلت على 7 نقاط متميزه، خلاها في مصف المجلات القويه المتميزه على مستوى وزاره التعليم العالي على الارض المصريه. قربنا من هذه المجلة وكيفية تطويرها، وما هي الأسباب اللي أدت إلى حصولكم على 7 نقاط الجديدة دي وأدت إلى تميزكم البحثي؟ المجلة فعلا كانت لغاية 2019 كانت مجلة ورقية بتصدر ورقي، ملهاش نظام إلكتروني. طبعا مع التحول الرهيب اللي احنا بنشوفه في العالم كله مع تطبيق النظام الالكتروني ومنادات رئيس الجمهوريه الرئيس السيسي بالرقمنه والتحول الرقمي، كان لازم نواكب هذا التطور. خدنا خطوات سريعه ان المجله تتحول الكتروني، الباحث بيبعت البحث بتاعه بنظام الكتروني عبر الكترونيك سيستم. المجله بيتم تحكيمها او الابحاث بيتم تحكيمها من خلال محكمين دوليين سواء داخل مصر او خارج مصر. المجله بتصدر من خلال بنك المعرفه المصري،
وبعد استيفاء الشروط اللي احنا بنقولها مع حضراتكم ديت بندخل في تصنيف تبع وزارة التعليم العالي، وقدرنا نحصل على الدرجة النهائية 7 من 7. وهي طبعا المجلة دلوقتي بندعو الباحث الخطوة القادمة إن شاء الله إن احنا نلتحق بدار نشر عالمية بإذن الله. البحث العلمي ونشره موضوع كبير. قطاع البحوث والدراسات العليا اهتمام عظيم منكم، يكون عندكم نشر داخلي محلي وايضا نشر عالمي. عندي نشر اوروبي، عندي نشر امريكي، عندي نشر اسيوي على سبيل المثال في الصين. كيفية اهتمامكم باساتذة متميزين، اساتذة كبار داخل كلية العلوم جامعة المنصورة، ان يكون لهم ابحاث دولية مؤثرة ومتميزة على المستوى العالمي، شكله واحنا بقى بنعاني مع قضايا التدريس هنا ان احنا بنشجعهم على النشر المحلي. يعني المعتاد في الكليات الاخرى بيشجعوهم بس على النشر الدولي، لا احنا هنا بنعاني مع قضايا التدريس ان انا اقول لهم بس انشروا في المجله المحليه اللي عندي، المجله لان هو معظم النشر بتاعنا 99% من النشر بيبقى نشر في المجلات الدوليه. وطبعا عضو هيئه التدريس في داخل كليه علوم بيتبارى ان هو ينشر في مجله التصنيف الاول، التصنيف الثاني، التصنيف الثالث، التصنيف الرابع اللي هو العالمي. فاحنا بس يعني ايه بنقول لهم انشر 10 دولي بس، حط لي هات لي بحث في المجله اللي عندي عشان نقدر نطلع بالمجله دي او نصعد بيها الى المجال الدولي ايضا. ما هو من غير النشر من اساتذتنا اللي موجودين في الكليه مش هعرف انشر ابحاث. فانا تخيل بقى ان الموضوع هنا بالعكس، ان انا بطلب منه اديني بحث محلي، لكن هو يقدر بكل سهولة ان البحث ده يروح لمجلة دولية واتنشر. طبعا جامعة المنصورة لا تتوانى لحظة، كل سنة بنصرف حوافز نشر عن الابحاث المنشورة. وطبعا كل ما يبقى التصنيف بتاع المجلة اعلى، عضو هيئة التدريس بياخد مكافأة عن هذا النشر اعلى. مش هقدر اقول ارقام طبعا، ولكن هو عضو هيئة التدريس يهمه انه ينشر في مجلة فئة اولى علشان ياخد مبلغ مكافأة اعلى، وهكذا. ده بتصرف دوريا كل سنه، فميزه بالنسبه لعضو التدريس. الدوله مهتمه بمبادره رئاسيه كبيره اسمها حياه كريمه. تمام. ابحاثكم العلميه بتصب لصالح المواطن، ان انا بعمل له حياه كريمه. ممكن اعمل له بحث علمي للميه، اعمل له بحث علمي للطريق، اعمل له بحث علمي للكهرباء، اعمل له بحث علمي ان انا التحصيل الدراسي، وهكذا. ازاي بتهتموا من خلال ابحاثكم؟ وحضرتك الاستاذ الدكتور ايهاب عبد اللطيف وكيل كليه العلوم للدراسات العليا والبحوث، بقصه ان ده هيكون له عائد حياه كريمه للمواطن المصري على الارض المصريه. احنا هنا عندنا في الكليه 6 اقسام، يعني اسمحوا لي اقول اسمائهم: قسم الكيمياء، قسم الفيزياء، قسم الرياضيات، قسم علم الحيوان، قسم النبات، قسم الجيولوجيا. احنا غطينا كل افرع البحث العلمي. فلو تخيلنا ان كل قسم هيطلع 100 بحث كل سنه، فانت غطيت كل المتطلبات بتاعه المواطن المصري. المردود على المواطن بالظبط كده. فمش هنسيب مجال الا بنشتغل فيه. يعني حتى الجيولوجيا، طب ايه علاقتها بخدمه المواطن؟ الارض اللي احنا بنشتغل، الارض دي صخريه، الارض دي فيها معادن ولا لا؟ طب لو لقينا الارض دي فيها معادن، ما انا هعمل منجم، ما انا هستخرج المعادن دي، وكل ده طبعا هيعود على الوطن بالخير والعائد الاقتصادي طبعا. جزئيه كبيره ومهمه من خلال البحث العلمي والدراسات العليا. الذكاء الاصطناعي هو تطور العصر. لازم يكون هناك علاقة وثيقة بين الذكاء الاصطناعي وبين الأبحاث اللي بنقوم بيها، اللي هيكون لها مدلول وخير كبير اقتصادي وحياة كريمة للمواطن. ازاي بتهتموا بموضوع الذكاء الاصطناعي؟ تستفادوا منه علميا، بتستفادوا منه بحثيا، معلوماتيا للباحث او الاستاذ داخل الكلية؟ تمام. احنا بالامانة لسه بادئين، بقى لنا فترة بسيطة كده بنحاول نوجه الأبحاث تجاه الذكاء الاصطناعي، وبدأنا من المرحلة الأدنى اللي هي مرحلة البكالوريوس. قدمنا على الموافقة على برنامج الرياضيات والذكاء الاصطناعي. احنا عندنا برنامج الرياضيات داخل الكلية، لكن عملنا برنامج جديد اسمه الرياضيات والذكاء الاصطناعي، بحيث ان الطالب يدخل ياخد بكالوريوس
اسمه الرياضيات والذكاء الاصطناعي، والبرنامج ده موجود في وزارة التعليم العالي وفي انتظار موافقة، ويا رب يكون الخير للكلية بإذن الله، ونبدأ التدريس فيه في الفصل الدراسي الأول القادم بإذن الله. أما موضوع الأبحاث، لا، في أبحاث فعلا ظهرت في الكلية دلوقتي بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي وإزاي نستفيد بيه في تطوير الأجهزة، في تطوير المنشآت، حاجات كتيرة جدا جدا الذكاء الاصطناعي مش هيسيبها. احنا داخلين على مرحلة تانية خالص من العلم ومن التقدم بإذن الله. كلية العلوم جامعة المنصورة ومنها قطاع البحوث والدراسات العليا اللي سيادتك وكيل الكلية له بتهتم بعمل بروتوكولات كثيرة ومتعددة مع أكاديميات عليا، مع جامعات أخرى، مع جامعات خاصة، مع هيئات دولية. هذه البروتوكولات بتعود بالنفع لنجاح البحث العلمي بقوة داخل كلية العلوم جامعة المنصورة. كيفية اهتمامكم بهذه البروتوكولات وتفعيلها وتعزيزها لنجاح البحث العلمي داخل كلية العلوم؟ احنا عندنا بروتوكولات فعلا كثيرة زي ما حضرتك قلت، والبحث العلمي بيحتاج نفقات، لازم يبقى فيه تمويل مالي للبحث عشان يقدر الباحث يشتغل ويحصل على نتائج إيجابية. أكاديمية البحث العلمي احنا لينا نصيب الأسد في المشروعات. لو قدمنا مثلا 100 بحث. بس قبل ما نبدأ بأكاديمية البحث العلمي، خلينا في الجامعة. انت عندك وحدة البحوث داخل الجامعه بتديك دعم. لا انا عايز بالجامعه، ابدا لي من البيت الاول. مش عندنا وحده اسمها وحده البحوث هنا؟ وضح لي ايه وحده البحوث دي ودورها معاك. وحده البحوث باداره الجامعه بتقدم مشاريع سنويه لطلاب الماجستير والدكتوراه. طالب الماجستير او الدكتوراه، وعاده كليه علوم بتبقى اكبر عدد من المشاريع. يعني لو قلت ارقام في 2024 16 بحث، 16 مشروع بحثي لطلاب الماجستير والدكتوراه. بيلينا طبعا الكليات الاخرى بيبقى لهم نصيب برضه، ولكن اعلى رقم من المشروعات بيبقى كليه العلوم. والطالب الماجستير او الدكتوراه بياخد المشروع سنوي ب 30,000 جنيه، يقدر يصرف على الرساله بتاعته، يقدر يستثمر في الرساله بحيث انه ما يصرفش كتير من جيبه. اعضاء التدريس لهم مشاريع بحثيه ايضا، بيصل المشروع البحثي في العام ب 300,000 جنيه. كل ده ممول من اداره البحوث بالجامعه. دي المرحله الاولى اللي احنا بنشتغل عليها، يمكن دي ادنى الارقام. ميزه برضه حاجه حلوه يعني. ده لازم 16 مشروع بحثي من اداره البحوث لطالب الماجستير والدكتوراه، ده حاجه كويسه جدا. مالي المبلغ كبير. طبعا. واعضاء التدريس بقى ممكن يبقى عندي 10 ابحاث، 10 اعضاء تدريس كل سنه، باجمالي المشروع الواحد ب 300,000. فطبعا لو جمعنا الارقام هتبقى ارقام كبيره جدا. نروح أكاديمية البحث العلمي لينا برضو نصيب كبير فيها، بس التمويل هنا بيبقى أكبر شوية، لأن هي حتى أكاديمية البحث العلمي هي دورها كده، دورها فعلا بتفتح باب التقدم المشاريع، سواء كان المشروع كل اللي فيه مصريين، ويا ريت يبقى بتعاون مع جهات دولية أخرى، ممكن يبقى مصر ألمانيا، يعني حتى المشروع بينزل كده مصري ألماني، مصري أمريكي، مصري صيني. ده له علاقة فيما يسمى الدعم من جهة اليونسكو؟ التعاون الدولي. ايوه تمام. لا ده حضرتك قاري قوي. ففعلا احنا بنستفاد من اكاديميه البحث العلمي، والمشروع ممكن يصل الى 2 مليون جنيه. عندنا مثلا حوالي 5 مشاريع في 2024، المشروع الواحد كان ب 2 مليون جنيه تقريبا. الSTDF برضه هي منظمه دوليه، بنحصل منها على مشاريع يمكن في نفس الارقام بتاعت اكاديميه البحث العلمي، ولو تعاون دولي ممكن الارقام تبقى اكبر من كده، ممكن المشروع الواحد يصل الى 4 مليون جنيه او اكثر كمان. في بقى منح مقدمه من بعض الجهات بتبقى اجتهاد شخصي، يعني الطالب اللي جاي يسجل ماجستير او دكتوراه ممكن يقدم في اكاديميه البحث العلمي، ممكن يقدم في اي منظمه دوليه ويحصل على الدعم بارقام افضل بكتير جدا من اللي احنا قلناه. يعني ممكن الدعم ده يكفي لانجاز الرساله. ابني وتزود من امجادك
اتكلمنا عن عندنا وحدة بحوث جامعة المنصورة، عندي أكاديمية بحث علمي، عندي يونسكو، عندي تعاون دولي. هل هذه الجهات بتختلف قبولها لنوعية البحث؟ يعني مثلا البحث داخل جامعة المنصورة لو أنا بقدم عليه من داخل الجامعة بيتقبل بسرعة، إنما لو أنا رحت البحث العلمي عايزة فكر أعلى أو نظام معين أو تخصص معين اللي أنا هصرف عليه من خلال البحث العلمي، طب هنروح بقى دولي. هل بتفرق في أفكار وعناوين الأبحاث من جهة إلى أخرى لحيز التنفيذ والدعم المادي؟ المسألة كلها عرض وطلب، ما انت لازم تقنعني بالمشروع اللي انت مقدمه. انت مقدم لي مشروع على ايه؟ ما هو مش كل المشروعات بتتقبل مهما كانت الجهة اللي انت بتقدم عليها. احنا عاملين هنا فريق عمل بيتابع بيساعد اي حد عايز يقدم على مشروع من الجهات ديت. وعندنا طبعا الجامعة مكتب بيساعدنا كمان في مراجعة الميزانية وفي مراجعة المشروع قبل ما نرسله إلى الجهات دي. فالمشروع لازم يكون مكتوب كويس، لازم يكون له هدف من الحاجات اللي احنا كنا بنقولها في أول الحديث عشان تقدر تحصل عليه. مش كل المشاريع طبعا بتتقبل، احنا هنقدم 10 هنقبل 8 هنقبل 7، طب الثلاثه اكيد كان الافكار بتاعتهم مش تطبيقيه، الافكار كانت بحثيه فقط. الدعم الميزانيه بتاعت المشروع كان فيها خطا، فلازم كل ده بنراجعه مع الناس اللي بتتقدم عشان نحصل على مشاريع اكثر واكثر. كلية العلوم جامعة المنصورة كلية عريقة، كلية لها تاريخ، اساتذه عظماء في جميع التخصصات محليا ودوليا. الاستاذ الدكتور ايهاب عبد اللطيف وكيل كليه العلوم جامعه المنصوره لشؤون البحوث والدراسات العليا. حضرتك الكليه انشات برامج تعليميه جديده مميزه خارج الصندوق، لها علاقه بتنميه المجتمع، لها علاقه ان السوق عايز هذه الاقسام انها تخدم المجتمع وهيكون في حياه كريمه للطالب والمواطن. دور قطاعكم في مثل هذه البرامج، لان انتوا عضو اصيل في قصه البحث، في قصه الدراسات العليا، في قصه المنهج العلمي، في وجود هذه البرامج الجديده شكلها ايه؟ البرامج الجديده اللي حضرتك تقصدها هي بتبقى برامج في مرحله البكالوريوس. يعني احنا كنا قلنا من شويه ان عندنا اقسام، قسم الكيمياء، قسم الرياضيات، قسم الفيزياء. فكره البرامج المميزه بتدينا فرصه لبرامج جديده مطلوبه في سوق العمل. يعني احنا عندنا اكثر من برنامج ممتازين بصراحه، والطلاب بيخرج من الثانويه العامه بيبقى جاي حريص جدا انه يلتحق بالبرامج دي. لما اقول مثلا الكيمياء والادله الجنائيه، انت بتهتم بقطاع الطب الشرعي، حاجه جديده على كليه علوم. البرنامج ده ممتاز، اكثر من 400 طالب بيلتحق بيه سنويا. الكيمياء الحيويه والبيولوجيا الجزيئيه، الفيزياء الطبيه، دي برامج يعني مش عايز اقولهم كلهم، لكن دي برامج مهمه جدا. طب الطالب في البرامج دي وهو لسه في مرحله البكالوريوس في سنه رابعه بيلتحق معانا بمجموعات البحث العلمي. يعني الطالب قبل حتى ما يتخرج احنا بنضع قدمه على بدايه الطريق للبحث العلمي. بيتعاون مع الاساتذه اللي موجودين في المستوى الرابع او قبل التخرج مثلا بسنه او سنتين، ويبدا يمارس البحث العلمي ده مع الاساتذه. وفي طلاب كتير جدا عندنا نشروا ابحاث وهم لسه ما اتخرجوش، هو لسه في الفرقه الرابعه او في الفرقه الثالثه، نشر ابحاث في مجلات مصنفه تصنيف اول وتصنيف ثاني. الطلاب لما بيتخرجوا برضه موجودين معانا في قطاع الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بنفس التخصصات بتاعتهم، بس ما بنسيبهمش، احنا لازم وراهم لغايه ما يخلص رساله ماجستير ورساله الدكتوراه. قطاع البحوث والدراسات العليا بيفرغ لاساتذه متميزين بابحاث عاليه محليا ودوليا. ده يوديني الى نقطه مهمه اللي هي جوائز الجامعه، جوائز الدوله، الجوائز العالميه. لان انا عندي باحثين عظام، عندي باحثين متخصصين، باحثين في ابحاث عاليه بتخدم المجتمع المصري. قربني بقى من جوائز الجامعه كليه علوم، جوائز الدوله كليه علوم، الجوائز العالميه كليه علوم من خلال قطاع البحوث والدراسات.
كل سنة الجامعة بتعلن عن الجوائز المختلفة للجامعة، سواء كان من بداية أحسن رسالة ماجستير، أحسن رسالة دكتوراه، جائزة الجامعة التشجيعية، جائزة الجامعة التقديرية، جائزة الجامعة التفوق العلمي. وسنويا تقريبا كلية العلوم لازم تحصد ال5 جوائز دول، يعني أحسن رسالة ماجستير حتى والمشاركة مع كلية أخرى، لكن أحسن رسالة ماجستير بتخرج من كلية علوم، أحسن رسالة دكتوراه جائزة بتخرج من كلية علوم، جائزة الجامعة التشجيعية أو التقديرية أو التفوق العلمي لازم يكون حد من الجوائز دي كلية علوم. واحنا حتى لسه حديثا من حوالي اسبوع تقريبا فاتحين باب التقدم لمثل هذه الجوائز، وسوف تعلن نتيجتها ان شاء الله في شهر 9 2025. رفع ثقافة البحث العلمي موضوع كبير. ازاي نهتم بالجزئية دي يا دكتور، ان يكون عندنا رفع لثقافة البحث العلمي محليا او مع الطلاب مرحلة البكالوريوس او مع طلاب الدراسات العليا؟ الجزئية دي بتهتموا بها ازاي؟ احنا بدأناها بالفعل، يعني انا مش هستنى الطالب لما يخلص مرحلة البكالوريوس عشان اقدر اقول له بحث علمي، لا ده هو في سنة ثالثة او في سنة رابعة انا ببدأ اتعامل معاه عشان اعرفه يعني ايه بحث علمي، فيبقى عنده اشتياق ورؤية للبحث العلمي هو لسه في مرحلة البكالوريوس. لما يتخرج مش هيستنى يدور على شغل، ده قبل ما يفكر في الشغل هيفكر ان هو يكمل البحث العلمي بتاعه ازاي، هيعمل رسالة ماجستير، هيعمل رسالة دكتوراه، هيعمل دبلومة. ما بنستناش الطالب ان هو يتخرج ويبقى معاه شهادة، لا هو في قلب الكلية عنده اشتياق دايما لفكرة البحث العلمي. طب الطالب اتخرج وسجل رسالة سواء ماجستير او دكتوراه، احنا دورنا ان احنا نسهل له اي عائق يتعرض له. عارفين مصر عايزة ايه؟ عايزة ايد لحظة وجعها تشيل آلامها، عايزة تشوف المخلصين رافعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني يا ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة ايه؟ عايزة منا فعل مش عايزة كلامنا، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحراء خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما التاني يا ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. حضرتك برضو في جزئية مهمة اللي هي كيفية او الافضل بحث تطبيقي وملتقى شباب الباحثين، يمكن برضو موضوع انتم مهتمين بيه قوي داخل الكلية. الرابطة من الجزئيتين دول وازاي بتطوروهم وتعظموهم داخل كلية العلوم؟ هي دي كانت احد الوسائل اللي احنا بنحمس بيها الطلاب والدكاترة او الزملاء اعضاء التدريس عشان يتجه بالابحاث بتاعته الى الابحاث التطبيقية. فعملنا مسابقة جائزة افضل بحث تطبيقي، والطلاب اللي وقع عليهم الاختيار اعطيناهم مكافأة مالية من الكلية. ملتقى شباب الباحثين بنستغلها كفرصة ان احنا الطالب وعضو هيئة التدريس يعرف ايه الافكار الجديدة من الزملاء في الجامعات الاخرى او في المراكز البحثية، وده بنحافظ عليه سنويا. جائزة افضل او احسن بحث تطبيقي سنوي، وملتقى شباب الباحثين سنة، وان شاء الله نضع حضراتكم في الملتقى القادم في شهر 8 باذن الله. هنستقر بس على الموعد وبدعوة لحضراتكم ان تكونوا موجودين باذن الله. العلاقات الثقافية والبعثات العلمية. مصر من سنين طويلة
طلاب بياخدوا الدكتوراه من دول متخصصة أكتر تخصصا، بيرجع بينقل العلم ده والفكر ده للطالب المصري الصغير، بعد كده يبقى عالم كبير في هذا التخصص. طبعا البعثات والعلاقات الثقافية ده عضو أصيل أو شغل أصيل لقطاع البحوث والدراسات العليا في كل كلية، ومنها عندنا هنا كلية العلوم جامعة المنصورة. تمام. أنا كنت أحد المستفيدين في 2002 من هذه البعثات. أنا سافرت ألمانيا جامعة أولدنبورغ للحصول على درجة الدكتوراه. الفكر بيختلف تماما. كان تخصص كيمياء عضوية. الفكر بيختلف تماما وأنا شغال هنا بالإمكانيات اللي موجودة بالفكر اللي موجود عن إن أنا أسافر بره. فهي فرصة الحمد لله البعثات موفراها، الدولة موفراها. بيسافر مننا أعداد كتيرة، سواء مدرس سواء معيد للحصول على الماجستير والدكتوراه، أو سواء مدرس مساعد للحصول على الدكتوراه. متوفرة سنويا. الطالب اللي بيحقق الشروط بيسافر، بيرجع لنا محمل بدرجة دكتوراه من ألمانيا، من أمريكا، من الدول المتقدمة ديت. أنا بستفاد بيه، بيجي لي مختلف تماما عن قبل السفر. بيسري كلية البحث العلمي بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه هيختلف. هو هيشتغل بالفكر الأوروبي، هيشتغل بالفكر المتطور. فأنا مستفيد في المقام الأول والأخير. البعثات ما زالت مستمرة، العلاقات الثقافية بتأدي دورها من أول كلية، الجامعة، وزارة التعليم العالي، الدولة. حضرتك برضو يمكن اهتمام كبير من كلية علوم جامعة المنصورة ان انتوا بتقوموا على مدار العام الدراسي اذا كان ترم اول او ترم تاني مؤتمرات وندوات متخصصة. مؤتمر السنوي للكلية، مؤتمر قسم الكيمياء، مؤتمر للفيزياء، وهكذا. طبعا القطاع البحوث والدراسات العليا عضو اصيل من خلال هذه المؤتمرات، لان ممكن يكون اوراق بحثيه بتتقدم، ورش عمل متقدمه برضو ابحاثيه من خلال هذه الندوات او المؤتمرات. كيفيه اهتمام قطاع البحوث والدراسات العليا بهذه اللقاءات والمؤتمرات والندوات العلميه؟ كلام حضرتك مظبوط. فعلا المؤتمرات اللي بتقدم من اقسام زي مؤتمر قسم الكيمياء، مؤتمر قسم علم الحيوان بالتعاون مع قسم النبات، دي احنا بنحافظ عليها. المؤتمر بيقام كل سنتين، يعني المؤتمرات اللي احنا ذكرناها دي بتقام كل سنتين، بتاخد كل الدعم من الجامعة. أعضاء التدريس اللي بيشاركوا فيها بياخد قيمة أو المقابل المادي للمشاركة في المؤتمر، والنتيجة احنا بننتظرها من الجميع. طبعا ان لما بنشارك في مثل هذه المؤتمرات بيجي لنا مشاركين في المؤتمر من الدول العربية ومن الدول الأجنبية. المؤتمرات طبعا بيتخللها محاضرات، نعرف ايه الجديد في البحث العلمي، بيتخللها نشر علمي. بندعو المشاركين في المؤتمرات ديت انه ينشر الابحاث بتاعتنا، بنعمل لهم عدد خاص في مجله المنصوره للكيمياء مثلا هنا في الكليه. المؤتمرات بتبقى برضو فرصه لتبادل الخبرات وتبادل الصفقات وتبادل الثقافات بين الناس المشاركين في المؤتمر. الاستاذ الدكتور ايهاب عبد اللطيف، وكيل كليه علوم جامعه المنصوره للدراسات العليا والبحوث، ازاي من خلال ابحاثكم وافكاركم ان انتوا ازاي تستقطبوا طالب كده تقربوا اكتر ان بيحب الكليه بالمواد بتاعتها باقسامها المختلفه، يعني يكون عنده مهنه البحث العلمي اللي يطلع معلومات، يطلع افكار، خصوصا ان الكليه هنا عندنا مراكز علميه تحت وابحاثيه عاليه عالميا، عندي مراكز عالميه داخل الكليه. الطالب بقى والوجوه الجديده دي ومرحله البكالوريوس بتهتموا بيها ازاي من خلال القطاع؟ يمكن بس هي كلمة كلية علوم تخض، يعني الجملة انت رايح كلية علوم ده كلية صعبة. لا، هي كلية العلماء اتخرج منها اسماء رنانة المصري الكبير احمد زويل رحمة الله عليه، وتلامذته موجودين دلوقتي في جامعة زويل، والاستاذ الدكتور ابراهيم الشربيني خريج كلية علوم جامعة المنصورة، وهو الان عضو بارز في الجامعة هناك. الطالب لما بيجي هنا ده دورنا بقى، لما يجي كلية علوم احنا بنستقبله، بنقعد معاه. عندنا حاجة اسمها الارشاد الاكاديمي، كل 10 من الطلاب مثلا بيتوزعوا مع اعضاء التدريس، خصوصا في المرحله الاولى اللي حضرتك اشرت اليها اللي هي سنه اولى دي. احنا عايزين الطالب يجي يحب الكليه،
مش يجي بفكره ان كليه العلوم كليه صعبه والكليه انا مش همشي فيها وهرصف في المواد وكده، لا. دور عضو التدريس واحنا وراهم طبعا ان يخلي الطالب يحب الكليه. الطالب اللي بيبذل المجهود نص المجهود حتى اللي بذله في الثانويه العامه، الطالب بيجيب جيد جدا ممتاز. لكن الطالب اللي هو ما بيقدرش يتاقلم مع الكليه او الدراسه باللغه الانجليزيه او كده، ده اللي ممكن ما يقدرش يكمل داخل الكليه. لكن عددهم برضو قليله قوي، يعني بنقول 1 أو 2%، لا يعني طبعا عدد لا يذكر يعني. لكن الاعداد الكبيره ما شاء الله بتتخرج وبتجيب تقديرات وموجوده في سوق العمل في الشركات والمصانع اللي حوالينا كتير جدا. الكليه طبعا بتعين معيدين، يمكن اكبر تاني اكتر كليه ورا كليه الطب بتعين معيدين. احنا كل سنه تقريبا بنعين حوالي 30 معيد في اقسام الكليه المختلفه، فدي برضو ميزه. في بعض الكليات متوقف عن تعيين معيدين، لكن احنا 30 معيد كل سنه، فبالتالي الدكاتره الصغيرين او المعيد والمدرس المساعد موجودين، والمنظومه مستمره. مش هنقف عند الدكاتره اللي هم وصلوا لسن ال60، لا، احنا بنبني من تحت. كل ما يكون عندنا معيدين ومدرسين مساعدين اكتر، ميزه للكليه، بحيث ان الكليه تفضل دايما في شبابها ومواكبه للتطور والتقدم باذن الله. الاستاذ الدكتور ايهاب عبد اللطيف، وكيل كليه العلوم جامعه المنصوره لشؤون الدراسات العليا والبحوث. اهتمام كبير من الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه والسيد نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكليه العلوم من خلال قطاع حضرتك. إلى أي مدى بيساعدك في تطوير القطاع، في دفع القطاع إلى الأمام، إلى تعظيم القطاع، إلى الموافقة السريعة لوجود أبحاث جديدة متميزة، إلى وجود بعثات خارجية، إلى وجود مؤتمرات دولية ومحلية، كلها بتعود بالنفع على المواطن وعلى الكلية. إزاي الإدارة بتهتم بقطاع سيادتك داخل كلية العلوم؟ والله الكلام اللي أنا أقوله مش التصوير، ده حقيقة موجودة على أرض الواقع. الكلية بما ان لها مردود وبتساهم في تصنيف جامعة المنصورة العالمي من خلال نشر البحث العلمي بتاعها، ما فيش طلب بنقدمه ونطلبه من معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى ما يتوافق عليه. أنا بحاول أفتكر أي طلب يكون اترفض. لا والله احنا كل طلبات بنقدمها بتوافق عليها. عايزين نحدث المعمل لأن البنية التحتية متهالكة، حاضر. المعمل يدخل في الصيانة وفي خلال 3-4 شهور يكون المعمل اتجدد بالكامل. عايزين جهاز بحث علمي علشان الطلبه يشتغل عليه، حاضر. كل ده طبعا بيتم صرفه من صندوق البحوث اللي خاص بالجامعه. فانا بصراحه بشكر اداره الجامعه بالكامل على تعاونهم مع كليه العلوم. يمكن هم بقى بيشوفوا الاثر او المردود بتاع الكلام ده في الابحاث العلميه بتاعتنا والتصنيف بتاع الجامعه اللي بتحصل عليه. الأستاذ الدكتور إيهاب عبد اللطيف، وكيل كلية العلوم جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، تقول إيه لطلابك في مرحلة البكالوريوس، طلابك في مرحلة الماجستير أو الدراسات العليا أو مرحلة الدكتوراه؟ التخصص ده تخصص كبير، تخصص عظيم، انتوا بتفيدوا البشرية بأبحاثكم. الأبحاث اللي بتتعمل دي بتتطور للمجتمع إذا كان محلي ولا مجتمع دولي مع الوقت. ماذا تقول لمثل هؤلاء؟ طلاب البكالوريوس، احنا شغالين معاكم في المستوى الثالث والمستوى الرابع. انتوا معاونين لينا في البحث العلمي، اهلا وسهلا بيكم. واذا كنا بنتكلم في 20 و30 بحث، لا احنا عايزينهم 100 و200 بحث. طلاب الدراسات العليا اللي بيشتغلوا معانا رسائل ماجستير ودكتوراه، يا رب نكون دعم ليكم وتاخدوا تحصلوا على درجة الماجستير، تحصلوا على درجة الدكتوراه، ما نقعدش. ريسنا قال
واحنا معاه. احلف يا مصر يمين بالله لا تكوني زي ما بتمنى، زي ما شفتك في الاحلام يا بلادي حتة من الجنة. ريسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر فارقين. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر أعزائي المشاهدين، وده كان آخر لقاء وآخر سؤال من خلال حلقتنا النهارده، وكنا بنتكلم فيه عن دور قطاع الدراسات العليا والبحوث في كلية العلوم جامعة المنصورة والتنمية وحياة كريمة على أرض الواقع والتطبيق على الأرض المصرية وأرض الدلتا. مع تحياتي صلاح عبد السلام، شكرا وإلى اللقاء. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة كان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة، ايد بتعدي وايد بتشيل، وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة ضحكت من القلب، وحمص الشمع على الكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش، وقعد وغمس هنا على جنب راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد، في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس الطباع بالظبط، وفي الحكاية بقى قاعد شيخ في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد، وهي دي مصر اللي بجد، في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال، وياخدوا الضربة قبلينا، ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسد، وهي دي مصر اللي والله اللي بيتعمل فيه يا مصر ما يخطرش على بال حد.